السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد وخبر جديد على قناتكم شوف أشطاري. ما تنسونيش أخوتي دائما من اللايك والتعليق بخصوص الموضوع انهيار دنيا باطمة وابتسام باطمة بعد وفاة نعيمة بوحملة. فخليكم معايا أخوتي حتى الأخير باش تعرفوا على التفاصيل وشنو نزلوا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام. فبالنسبة إخواني أخواتي الوفاة ديال الفنانة القديرة نعيمة بوحملة واللي شكل واحد صدمة كبيرة في الوسط الفني. جميع الفنانين بدون استثناء نزلوا الخبر على الصفحات ديالهم الرسمية، فيسبوك انستغرام. فكل شيء تأثر بالوفاة، كل شيء كيشهد ليها يعني بالاحترافية ديالها وبروحها المرحة. فقدنا واحد الأيقونة اللي كانت يعني تربينا على الصوت ديالها اللي معروف بالقفشات ديالها المضحكة. نعيمة بوحملة تغادرنا إلى دار البقاء اليوم. واحد صدمة كبيرة الصراحة. فدنيا باطمة كذلك تصدمات من الخبر ونزلات هاد الستوري اللي كتقول فيه. نزلت الخبر ديال نعيمة بوحملة، اللهم اغفر لها وارحمها يا أكرم الأكرمين يا الله، إن لله وإنا إليه راجعون. مرافقات هاد الصورة هذه بتعليق اللي كتقول فيه: الله يرحمك الحبيبه ديالي وديال كل المغاربه. فعلا حبيبه كل المغاربه، كل المغاربه كتعجبهم هذه الفنانه، كل المغاربه حزينون على فراق هذه الفنانه اللي كيعتبروها بحال الام ديالهم، بحال الام ديالنا، اللي صراحه كنشوفوها دائما في الافلام المغربيه ودائما كتقدم واحد المحتوى اللي راقي. ما عمرنا ما شفنا شي لقطه خايبه او لا شي. فالاعمال ديالها اللي كيتفرجوا فيه العائله كامله. فكذلك ابتسام باطمة نزلت هذا الخبر والصورة ديال الراحلة نعيمة بوحملة ورافقتها بتعليق اللي كتقول فيه: الفنانة نعيمة بوحملة في ذمة الله، إن لله وإنا إليه راجعون، رحمك الله. فمن غير ابتسام باطمة ودنيا باطمة فبزاف ديال الفنانين، فاطمة خير، يعني مراد العشابي اللي كما كنعرفوا ان اخر عمل معها مع دنيا باطمة ونعيمة بوحملة وابتسام باطمة اللي شاركوا في عمل واحد اللي هو البوز. يعني ضروري غادي يكونوا تلاقاو، ضروري غادي يكونوا كيتفكروا شي حوايج اللي دازت اللي وقعت لهم مع نعيمة بوحملة. ضروري غادي تفكروها شي حاجه ضروري. ف هذا الخبر هذا اخواني اخواتي شكل يعني واحد الفاجعه كبيره. فالله يرزق الاهل ديالها والاسره ديالها والبنت ديالها اللي يلاه جات من امريكا. فالاسره ديالها اللي متفاجئين من الوفاه، لانه نعيمه بوحمله ما كانتش كتعاني من اي مرض، كانت بصحه جيده. والبارح كان عندها تورناج كتحضر واحد المسلسل. فالبارح كانت يعني بخير وعلى خير، الا انه كنتفاجئوا اليوم الخبر ديال الوفاه ديالها. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ان لله وانا اليه راجعون. والله يصبرنا على فراقها ويصبر العائله ديالها يا رب. وما تنساوش اخواني اخواتي من الدعاء ديالكم، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين يا رب، والله يثبتها عن سؤال ويجعل مأواها الجنه ان شاء الله يا رب. بهذا احبائي كنكون وصلنا الى نهايه الفيديو، في انتظار اخبار جديده. فما تنساوش لايك والبارتاج ديال الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش دائما توصلوا بما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.